حكاية قديس وشهيد قصتنا قصة القديس باووس شفيع الضيقات. اتولد في بلد المال البحري في محافظة قنا من أسرة غنية جدا، كانوا يمتلكوا أراضي زراعية كتير جدا وكانوا دايما بيساعدوا الفقراء والمحتاجين. وفي يوم سمع عن اللي عامله امبراطور ديكليديانوس انه هو منزل منشور يقول فيه انه هيعذبوا المسيحيين، كل اللي يعترف انه هو مسيحي يتعذب حتى الموت، لا اما يعترف بالديانه الوثنيه. لكن في الوقت ده وهو بيصلي ظهر ليه ملاك الرب وقال له انك هتكون شهيد على اسم المسيح. قام باع كل ممتلكاته وراح للوالي وقال له ان انا مسيحي. وحاول الوالي في الوقت ده انه يرجع عن رايه، لكن لما لقى انه هو مش راضي يرجع عن رايه فعرف انه الوالي إريانا موجود في الصعيد. وصل الخبر للملك إريانا فقال له ابعتولي على الصعيد وانا هقدر اغير له رايه. وبعدين راح وضعه في السجن، وهو في السجن جات له مامته وقالت له انك انت ازاي تعمل كده، انك هتستشهد لوحدك، انا كنت عايزه اكون شهيده معاك، مش هتكون شهيد لوحدك على اسم المسيح. اديته قوه اكتر وهي كمان كانت قويه. وبعديها في الصباح الباكر هم واخدينه للوالي، فضلت مامته ماشيه وراه وراحت برضه للوالي وقالت للوالي انه هي مسيحيه. ولما عرف الوالي بكده امر بقطع راس مامته، لكن القديس ودوه للملك إريانا، والملك إريانا أمر بعذابات وعذابات شديدة جدا. وهو بيعذب فيه له ان في راجل بصير ما بيشوفش خالص، جه الراجل وقعد يشتم في القديس باووس، وكمان قعد يجدف على اسم المسيح ويقول انا لما كنت مسيحي فقدت بصري، لكن لما بقيت وثني بقى عندي خيرات كتير. فاتضايق منه في القديس باووس وقعد يحاول ان هو يرجعه عن رايه، لكن الراجل كان بيجدف اكتر واكتر على اسم المسيح. وبعديها راحت اتشقت الارض وبلعت الراجل ده اللي هو كان ابسط. ضايق قوي الملك من اللي حصل، لان في الوقت ده شهدت ناس كتير باسم المسيح، فاتضايق قوي. فامر بعديها بعذابات وعذابات شديده جدا. وبعد ما عذبوه عذابات شديدة وكانت الناس بتآمن أكتر وأكتر، فأمر بقطع راس القديس باووس. واتقطعت راسه هناك إكليل الشهادة في يوم 26 طوبة في مدينة طمع، واتبنت له كنيسة في سلامون في طمع، والكنيسة بتسمى بكنيسة العذراء والقديس باووس. والأب كان رئيس الكنيسة حاليا هناك هو أبونا باووس زاخر زخاري، كاهن كنيسة العذراء مريم والقديس باووس. وبركة شفاعتهم تكون معنا، ولربنا المجد الدائم إلى الأبد آمين.